زي البطوله من اولها لاخرها صعبه، وزي ما قلت الكباتن الموجودين وقلت للعيبه مفيش فرقه سهله. وبعدين وقلت لحضراتكم هنا اللي كانوا موجودين معايا ان كاس الامم الافريقيه في الفتره دي او النسخه دي كل المنتخبات واللاعبين اللي موجودين عندهم خبرات. لو تجيب كل في منتخب هتلاقي كل اللعيبه زي اللي هنلعب مع كوت ديفوار. كوت ديفوار غالبيتهم كلهم محترفين في كل حته في العالم. بنين نفس الشيء وكل المنتخبات اللي احنا لعبناها. فالموضوع الكره الافريقيه تطورت والمنافسه كبيره، واللي ساعد على المنافسه اكتر ان البطوله اقيمت في المملكه المغربيه في امكانيات كبيره في ملاعب على اعلى مستوى، فالبطوله ناجحه. فكل اللاعبين اللي موجودين في البطوله كل المنتخبات عندهم كل الظروف اللي تخليهم يطلعوا يلعبوا بشكل قوي، لان الامكانيات والجو العام اللي موجود حراره الجو بتساعد ان الباور بتاع اللعيب يطلع اكتر من اي نسخه ثانيه.